تمركز مثالي، رؤية شاملة للملعب، تمريرات ذكية، هدوء قاتل تحت الضغط. يلقب بتوني كروس الجديد، أوصى به توني كروس لريال مدريد. أنجيلو شتيلر، هل يفيد وسط ريال مدريد وهل يفيد خطة تشافي ألونسو؟ تابع معنا الفيديو حتى النهاية، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. تحياتي. في وقت العالم تتكلم عن مبامبي وهالاند وبلينغهام ولامين يامال وكل النجوم اللي تحت الأضواء، لكن في لاعب هادئ ورا الستار وهو سوبر ستار، يقترب من واحد من أكبر الكراسي بالعالم، من أعظم أندية العالم، اسمه أنجيلو شتيلر، لاعب خط وسط شتوتغارت على رادار ريال مدريد، الجندي المجهول والذكي والمرعب في صمته. مشكلته مش بالشهرة، مش بالفلوس، مش بالبروباغندا، مشكلته الوحيدة انه اليوم هو افضل مما يتوقع، وانه بات على رادار ريال مدريد، وانه هو افضل لاعبي خط الوسط حاليا بالعالم، ويلقب بتوني كروس. توني كروس هو اللي وصى ريال مدريد بالتعاقد معه. بالفعل لما بتتابع فيديوهات بتشوفوا انه نسخة طبق الاصل، لكن عنده مشكلة واحدة يمكن ان تواجهه بالجماهير الاسبانية المعروفة بتزمتها بالتشجيع وعنصريتها ايضا. ريال مدريد بدور لقلب جديد لوسط ملعبه، لاعب وسط يقود، يوزع، يفكر، يضغط، لاعب وسط يشبه تشافي ألونسو، ولاعب وسط يعوض غياب توني كروس ولوكا مودريتش. والجواب المحتمل هو أنجيلو شتيلر. أنجيلو شتيلر يناسب خطة تشافي ألونسو، تمركز مثالي، رؤية شاملة للملعب، أيضا تمريرات ذكية وهدوء عالي تحت الضغط، يستطيع الخروج بالكرة بكل سلاسة تحت الضغط. هذا يناسب خطة تشافي ألونسو. تشافي ألونسو بيحب اللاعب القادر على البناء والتحول السريع والهدوء تحت الضغط، وشتيلر عنده كل هذه الأدوات. لاعب إذا ضغطت عليه يضحك، وإذا تركته عاقبك. لكن ريال مدريد مش أي نادي، ريال مدريد اختبار شخصية قبل اختبار مهارات. لكن في سؤال هون بدور بخاطري، شتيلر هو جاهز يكون لاعب لريال مدريد ويكون جاهز تحت ضغط جمهور ريال مدريد وجمهور إسبانيا؟ جمهور ريال مدريد جمهور متطلب وسريع بالحكم، أما جمهور إسبانيا هو جمهور متعصب متزمت وعنصرية أغلب الأوقات. بعض الأحيان مش بس فينيسيوس، بكذا لاعب صار معه عنصرية. خلينا نرجع شوي لورا. شتيلر لما خلق عنده تشوه بالشفة شيء بسيط. هون هو قادر يكون لاعب لريال مدريد تحت ضغط جماهير إسبانيا المعروف عليها بالعنصرية، رغم أنه في إعاقة هون. هاي الإعاقة بولادته ما خلته أنه يستسلم، ما طلب شفقة من حدا، بل الآن هو قائد خط وسط شتوتغارت، وربما مع الأيام يكون قائد خط وسط ريال مدريد. وهذا اللاعب مثل ما ذكرنا ملقب بتوني كروس الجديد. سؤال يا ريت تجاوبوا عليه، انه قادر يكون تحت ضغط جماهير اسبانيا رغم الاعاقه الموجوده بشفته. ريال مدريد ما بيحتاج نجم سوشيال ميديا، ريال مدريد بيحتاج رجل لاعب عقله يسبق قدمه، تكتيكه يسبق مهاراته، شخصيته تكون قويه، قادر على قياده خط الوسط. شتيلر يمكن يكون هو الحلقة الصامتة لكنها القوية بمشروع تشافي ألونسو.